أنا متأكد إنك مريت بالموقف ده قبل كده، بتمشي في الشارع أو نازل من البيت بالليل ولقيت كلاب، مش كلب واحد، مجموعة، وفي دماغك سؤال محيرك: هما ليه كتروا قوي كده؟ وأنا أعمل معاهم إيه؟ وطبعا في ناس عندها آراء مختلفة في الموضوع ده. في ناس قلقانة على أمانها وأمان ولادها، وفي ناس تانية بتحب الحيوانات ومش عايزة حد يأذيهم، وفي ناس تانية شايفة إن الموضوع خلاص خرج عن السيطرة تماما. والحقيقة كلهم صح. في الفيديو ده أنا مش جاي أخوفك، ولكن هحاول أقولك الحقيقة الكاملة، إزاي الموضوع وصل لكده، وإزاي تحمي نفسك، وإيه الحل الصح. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين. أول حاجة لازم نتفق عليها إن الكلاب الضالة دي ما نزلتش من السماء. أي منطقة بيزيد فيها عدد الكلاب لازم تسأل نفسك إيه اللي بيخليها تعيش وتكمل وتتكاثر. الإجابة بسيطة جدا: أكل متاح، قمم مكشوفة، ومفيش تعقيم. يعني الكلب الضال ده مش شاطر أو محظوظ، هو بس لقى بيئة بتغذيه. ولو عندنا أكياس قمامة مفتوحة في كل شارع وبواقي أكل مرمية، وكمان مفيش برنامج منظم للتحكم في التكاثر، العدد أكيد هيزيد. وده مش رأيي، ده رأي العلم. والنقطة التانية بقى المهمة: جزء من الكلاب اللي في الشارع ده مش من الأصل ضالة. في كلاب بيت اتخلى عنها أصحابها، أو اتثابت، أو ضاعت. يعني أحيانا الشارع بياخد اللي احنا رميناه. طيب الأرقام بقى بتقول إيه؟ في فبراير 2026 محافظة القاهرة أعلنت إن مصر بدأت برنامج قومي لإدارة أعداد الكلاب الضالة، وقدرت العدد رسمياً ب10 مليون كلب. وده مش ترند على السوشيال ميديا، ده رقم رسمي وبرنامج قومي. يعني الدولة نفسها بتقول إن الملف كبير. طيب هل بقى كل كلب ضال خطر؟ دي أهم نقطة في الفيديو النهاردة، لأن في ناس بتغلط في الاتجاهين. ناس بتشوف إن أي كلب في الشارع خطر وبتقول ده أكيد مسعور وهيعضني، وفي ناس تانية بتقول بص ده حلو وبيحرك ديله، ينفع بقى أقرب منه. والحقيقة إن الإجابتين غلط. الإجابة الصح هي مش كل كلب ضال خطر، ولكن مفيش كلب شارع مجهول ينفع تتعامل معاه وكأنه مضمون، وده فرق كبير جدا. أنا مش بقولك إن كل كلب هيهاجمك، لأ، ولكن بقولك إنه مش دورك إنك تختبر مين فيهم آمن ومين لأ. وفي سبب محدد خلى النقطة دي مهمة جدا في مصر: السعار موجود. مصر على قوائم الدول اللي السعار فيها مستوطن، ومنظمة الصحة العالمية بتقول إن الكلاب مسؤولة عن 99% من حالات انتقال السعار للبشر. والأخطر إن المرض ده بعد ما بتبدأ أعراضه فالوفاة شبه مؤكدة. وأنا مش بقولك ده علشان تخاف، ولكن بقولك ده علشان تفهم ليه الاحتياط مش مبالغة. طيب إزاي أعرف إن الكلب ده خطر؟ خليني أكون عملي معاك وأقولك أنت في الشارع مش مطلوب منك تشخص الكلب. أنت مش طبيب بيطري ومفيش امتحان، ولكن المطلوب بس إنك تعرف علامات الخطر اللي تقولك ابعد دلوقتي. أخطر العلامات دي هي التغير السلوكي المفاجئ: كلب كان طبيعي وفجأة بقى عدواني، أو العكس بقى خامل وكسلان وغريب وشكله مش مفهوم. وعلامات تانية بقى زي ريالة كتير، أو إنه مش قادر يبلع، أو بيتمايل ومش قادر يتوازن، بينبح بصوت غريب مختلف عن المعتاد، بيعض أي حاجة بشكل عشوائي. وفي نقطة بقى ناس كتير مش عارفاها: الكلب المسعور مش دايما شكله شرس. في نوع تاني بيبقى فيه الكلب كسلان وخامل وساكت، وعنده ريالة وعنده ضعف، وكمان مش قادر يبلع زي ما يكون تعبان وهلكان. الكلب ده مش أأمن من الكلب الهايل. يعني القاعدة الذهبية: لو شكله غريب أو سلوكه اتغير أو حركته مش طبيعية ابعد فوراً. لكن لو الكلب قرب مني أنا أعمل إيه؟ أهم حاجة ما تجريش. الجري ممكن يحول الكلب من كلب مش مهتم لكلب بيطاردك. الصح إنك تثبت أو تتراجع ببطء، ما تبصلوش في عينه كأنك بتتحداه، وما ترفعش إيدك وتعمل حركات مفاجأة. الهدف مش إنك تكسب، ولكن الهدف إنك تخرج من الموقف ده من غير عضة وخلاص. وأسهل حاجة دايما: الكلب البعيد ومش مهتم بيك، أنت كمان ما تهتمش بيه وكمل طريقك. طب ولو اتعضيت؟ اهي دي بقى اهم دقيقة في الفيديو كله. لو حصل عض او حتى خربشة من كلب مجهول، مفيش غير تصرف واحد ومش هينفع تأخره: اغسل الجرح بالمية والصابون 15 دقيقة كاملة. 15 دقيقة، مش مسحة على السريع، ومش دقيقة. الغسيل الفوري بيقلل من خطر العدوى بشكل كبير جدا. وبعدين بقى روح لأقرب جهة صحية أو مستشفى فورا لتقييم الموقف إذا كنت محتاج علاج ما بعد التعرض للسعار. وأهم جملة بقى هقولها لك: ما تستناش الأعراض، لأن لو أعراض السعار ظهرت هنبقى متأخرين قوي. لكن لو اتصرفت بسرعة بعد العضة العلاج موجود وفعال. بس دي عضة صغيرة أو دي بس خربشة،
أهو الكلام ده تفكير خاطئ. الصح إنك تروح لدكتور وهو اللي يقرر مش أنت. طيب ودلوقتي إيه بقى الحل الصح في موضوع الكلاب؟ ناس كتير أول لما بتحصل حادثة من موضوع الكلاب بتقولك خلصونا بقى من الكلاب دي، وده رد طبيعي جدا من ناس قلقانة. ولكن المشكلة العلمية في الكلام دوت إنه مش بيشتغل. لو شلت الكلاب من منطقة وما حلتش الأسباب، القمامة والتقاطر والتخلي عن الحيوانات، الفراغ ده هيتملي تاني وفي وقت قصير جدا. ولكن الحل الصح بيتبني على 5 نقط مهمة. رقم 1، التطعيم ضد السعار على نطاق واسع. منظمة صحة الحيوان العالمية بتقولك لو اتطعم 70% من الكلاب، الحالات البشرية ممكن توصل لصفر. الكلب المطعوم بيكسر دورة المرض. رقم 2 هو التعقيم والخصي المنظم، وده اللي بيكسر دورة الزيادة في العدد، من غيره هنفضل نلف في نفس الدايرة. رقم 3 بقى إدارة القمامة. طول ما في اوبن بوفيه مفتوح في الشوارع، الكلاب هتفضل موجودة، وده مش رأيي، ده علم بيئي. رقم 4 وهي الملكية المسؤولة. لو عندك كلب يبقى لازم لقاح وتعقيم، واوعى ترميه في الشارع، لأن جزء كبير من المشكلة أصلا هي ناس اتخلت عن حيواناتها. رقم 5 بقى هي التوعية. طفل بيقرب من جرو مجهول أو حد بيحاول يأكل الكلب من إيده، الوقاية هنا هي جزء كبير من الحل، ومصر فعلا بدأت تتحرك، وده مهم جدا تعرفه. في يناير وفبراير 2026 مصر أعلنت عن حملة قومية اسمها مصر خالية من السعار 2030. البرنامج قايم على إمساك الكلب وتعقيمه وتطعيمه وإطلاقه تاني، ولكن مش قتل عشوائي. وبدأوا فعلا في تطعيم وتعقيم الكلاب في محافظات مختلفة، مع تخطيط لإنشاء ملاجئ في المستقبل. دي بداية صح، ولكن خليني أكون صريح معاك، بداية صح مش معناها أصلا إن المشكلة اتحلت. الملف ده محتاج سنين وسنين من الاستمرار والجدية، مش مجرد خبر لشهر. أنت بقى مطلوب منك إيه كفرد؟ مطلوب منك 4 حاجات بسيطة. رقم 1، ما تقربش من كلب مجهول حتى لو شكله لطيف وهادي، ودي مش قسوة، دي حكمة. رقم 2، علم أولادك. الأطفال من أكتر الناس اللي بتتأثر، الجرو اللي شكله حلو مش لازم يتحضن لو كان مجهول. رقم 3، لو عندك كلب لازم تبقى مسؤول، لقاح وتعقيم وما ترميهوش، ده مش طرف، ده دورك. رقم 4 بقى، لو حصل عض 15 دقيقة ماء وصابون، روح لطبيب فورا وما تستناش الأعراض. وفي النهاية ملف الكلاب الضالة في مصر محتاج أكتر من الصوت العالي وردود الأفعال، محتاج تطعيم وتعقيم ونظافة وملكية مسؤولة وتوعية مجتمعية كبيرة. ومحتاج إن احنا كأبطال نبطل نعامل الموضوع يا إما بسذاجة أو بهستيريا، لأنه في الحقيقة مش كل كلب خطر، ولكن الاحتياط مش جبن. واحنا فعلا مش محتاجين نحارب الكلاب، احنا محتاجين نوقف الظروف اللي خلت المشكلة تكبر. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو في موضوع شغلك وعايزنا نرغي فيه مع بعض ابعت لنا فورا. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين.